السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل تأكيد حبايبي كنا بنعمل في بيوتنا كيك يومي، وإلا ما يتبقى ويزيد بقايا من هذا الكيك لحتى ما نرميها ولحتى نحافظ على نعمة ربنا. حنستغلها أحسن استغلال، حنعمل طبقات السعادة أو أكواب السعادة، عن جد أكواب كلها لذاذة. تخيلوا إنه الكوب الواحد تقريبا محتوي على جميع العناصر الغذائية من بروتينات وفيتامينات وكربوهيدرات سكريات ونشويات. وطبعا لحتى نرغب أولادنا فيها أكثر وأكثر، خلونا نبلش على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله بمكونات كريم الباتسير أو الكاسترد. عندي نصف لتر من الحليب السائل، إذا مش متوفر السائل حنضيف لكل كوباية مية 3 معالق هرمية من الحليب البودرة. طبعا نصف لتر بيعادل 2.5 مقاس. 3 معالق هرمية من نشا، صفار بيضتين، بالنسبة للزلال ما بنكبه بنستغله لوصفة تانية، و3 معالق هرمية من السكر الحبيبات. وبطبيعة الحال معلقة كبيرة من الزبدة الحيواني، إذا مش متوفرة حنضيف معلقتين من الزبدة النباتي. وطبعا نقطتين من الفانيلا السائلة، إذا مش متوفرة حنضيف باكو من الفانيلا البودرة. على البارد حنزل بالحليب كده في كسرولة تكون غير لاصقة، وزي ما قلت لكم الحليب درجة حرارة الغرفة، لا دفيته ولا سخنته. حنزل بالنشا وحنزل بكل المكونات اللي ذكرتها قدام حضراتكم، ما عدا طبعا الزبدة حضيفها بالنهاية. حنزل بالسكر وصفار البيض ونقطتين من الفانيلا السائلة أو ما يقابلها باكو من الفانيلا البودرة، وبقلب على البارد كده بالوسكة لحتى تندمج المكونات مع بعضها ما يكون في أي تكتلات أو ترسبات لما بدي أجي أرفعها على النار. على نار متوسطة حرفع الكسرولة كده مع التقليب المستمر، أضلني أقلب حتى ما يكون في أي تكتلات وأي ترسبات في قاع الكسرولة. حضلني أقلب كده لما يصير شكلها وقوامها مثل المهلبية تماما، ولما تبدأ تبكبك كده وتظهر فقاعات حطفي النار عليها وحنزل بمعلقة الزبدة. طبعا استعملت زبدة لوربك، تضفي الطعم أكتر من رائع وقوام كريمي لكريم باتسير. وبقلب الزبدة كويس لحتى تندمج تماما. ما ننسى إنه مطفيين النار لما حطينا الزبدة. طبعا مباشرة والخليط سخن كده حنزل وحصبه في صينية بايركس أو صينية، أي صينية يكون سطح تكون مسطحة يعني، لحتى نساعد الكريم إنه يبرد. وطبعا بوزع السطح كويس. إذا كان الجو بارد حنحطه في درجة حرارة الغرفة يبرد براحته، وإذا كان الجو حار طبعا حغطيه بنايلون استرتش وحطه في البراد من 20 ل30 دقيقة. ضروري إن نحط نايلون الاسترتش على الوجه حتى ما يتكون قشرة على الوجه، أو أي ظرف غذائي نضيف متواجد عند حضرتك. وهلأ بدي أحطه في البراد لأنه الجو حار لحتى يبرد تماما، لأنه بدي أخفئه مع الكريمة. طبعا بالنسبة لكريم شانتيه عندي 2 باكو من كريم شانتيه، حخفقهم في بولة في العجانة. طبعا بولة العجانة حطيتها 10 دقايق في البراد لحتى تبرد تماما. حنزل بالظرفين كده وحنزل عليهم بكوب إلا ربع من الحليب السائل المثلج، ضروري يكون مثلج بارد كتير يعني حتى ما تفرط معايا الكريمة وحتى تزبط معايا تماما. بداية بشغل العجانة على سرعة بطيئة، بعدين بعلي السرعة لحتى يتقل قوام الكريمة كده ويرتفع قوامها زي ما حضراتكم شايفين. يعني لما اجي اعملها بالوسكة العجانة كده بيطلع لها شكل منقار. وطبعا هلا بدي احطها في كيس حلواني واحطها، طبعا بحط في الكيس الحلواني الفورمة المناسبة اللي بدي اشكل فيها واحطها في البراد لحتى ما تسيح معايا لانه الجو حار. طبعا في نفس البولة قلت ما بدي اغسلها لانه بدي استعملها كمان مرة.
جبت الكريم باتسير كده، طلعته من البراد بعد نصف ساعة بعد ما برد تماما زي ما حضراتكم شايفين، وجبت قوام وكده. حنزل بباكو أو ظرف من كريم شانتيه، وطبعا تلت كوب من الحليب السائل، وبشغل العجانة. إذا مش متوفرة العجانة فينا نستعمل المضرب الكهربائي، وبشغل العجانة هلأ لحتى يندمج الكريم شانتيه مع الكريم باتسير كده ويرتفع القوام ويصير لون اللون كده مايل للبياض. وبرضو هحطه في ظرف حلواني، كيس حلواني كده، واحطه في البراد لحين ما اقطع الفواكه. طبعا الفواكه المتواجدة عندي موز، عندي فريز، وطبعا عندي بقايا كيك إلها عندي يومين. فتفتها فيك تفتفتيها أو تقطعيها قطع صغيرة. طبعا وعندي أكياس الحلواني جاهزة هلأ. وبالنسبة للأكواب اللي بدي أستعملها، عندي كوبايتين من الأكواب البلاستيك هاي اللي بتتباع جاهزة وخاصة طبعا عند محل المرطبات أو محل بيع الأدوات الحلويات، يعني مستلزمات الحلويات. بالنسبة طريقة ترتيب الطبقات بترجع لحضرتك. حطيت طبقة هلأ من فتات الكيك، بعدين طبقة من الكريم باتسير، حوزع في الكاسة هاي وفي الكاسة هاي، وبعدين ححط الفواكه أي نوعية متوفرة عند حضرتك. فيك تحطي مانجو أو خوخ أو كرز أو أجاص أو كيوي المتواجد عند حضرتك. طبعا ضروري إن نحط القطع كده ونرتبها خاصة على الجوانب حتى يصير منظرها جميل ومرتب كده. وبعدين حنزل في الموز. طبعا بالنسبة للموز ما تقطعيه قبل بفترة، لأ قطعيه ساعة ما بدك تستعملي أو بتيجي ترتبي الطبقات حتى ما يتأكسد ويسود لونه. وهلأ حنزل بطبقة تانية من فتات الكيك. طبعا فيكم تستعملوا أي نوعية بسكوت، إذا مش متوفر كيك فيكم تستعملوا أي نوعية بسكويت متوفرة عند حضرتكم. وهلأ بنحط طبقة تانية من كريم باتسير. عن جد طعمه يا جماعة والله أكتر من رائع. وحنضيف برضو طبقة من الفواكه. طبعا أنا هان عملت كوبايتين قدام حضراتكم، وبعد هيك هعمل الطبقات في أكواب عادية عندي متوفرة في البيت، يعني كله بيأدي نفس الغرض. وهلأ في النهاية حنزل بطبقة الكريمة، وطبعا بتزينوها حسب ما بتحبوا. بنحط هلأ شرايح من الفراولة، وعندي صوص الفراولة طبعا كان متبقي عندي من متبقي، يعني كنت حطاه في البراد، زينت فيه كيكة تورتة عيد ميلاد بنتي. وهلأ زي ما قلت لحضراتكم عملته وزينت الطبقات ورتبتها في أكواب تانية. طبعا تتقدم باردة، بتنحط في بعد ما أصفتها وأرصها بحطها في البراد، بتاكل باردة. وصحتين وألف عافية على قلوبكم، وإلى اللقاء في وصفة أخرى. كانت معكم نجوى عوض من قناة لمسة نوجة. دمتم في رعاية الله وأمنه.